girls. كاين حاجة بزاف بنات ما يفهموهاش، وهي باللي كيفاش تشوفي روحك هو كيفاش يشوفوك الناس. ما في داخلك هو انعكاس للخارج، مش كامل بصح بنسبة كبيرة يبان فيك. يعني كي تقولي لروحك أنا ما نشبه لوالو، أنا ما عنديش قيمة، أنا عادية بزاف، راكي بلا ما تحسي تبعثي هاد الفكرة للناس. واش خليتي للأعداء؟ وتتفاجئي من بعد علاش الناس ما تحترمكش، علاش ما يعطيوكش القيمة اللي تستاهليها. بصح اسمعي هادي، كي تبدلي نظرتك لروحك وتولي تقولي أنا نحب روحي، أنا نستاهل الاحترام، أنا عندي قيمة حتى لو ما كنتش مثالية، تبدأ حاجة تتبدل. مش سحر بصح ثقة واستحقاق. خليني نعطيك مثال بسيط. كاين بنت دايما تقول على روحها أنا جايحة، ما نصلحش، ما نعرفش نهضر مليح. تلقيها في القاعدة تهدر بصوت هابط، ما تشاركش، تخاف من رأي الناس. والناس بدون قصد يبدأوا حتى هما ما يعطيوهاش اهتمام، هي أصلا ما عطاتش روحها قيمة. وبالعكس كاين بنت أخرى مش بالضرورة الأجمل، مش مثالية بصح تحب روحها، تلبس بطريقة بسيطة بصح واثقة، تهدر وتضحك وما تخافش. تشوفي الناس كيفاش يعاملوها، يحترموها، يسمعوها، حتى كلمة منها تأثر فيهم. علاش؟ لأنها هي أصلا مقتنعة باللي عندها قيمة. المشكلة الكبيرة وين؟ بزاف بنات ما يختاروش يحبوا روحهم، تقعد تحكي لروحها كلام قاسي وتزيد تقارن روحها بغيرها في السوشيال ميديا، في الصور، في الواقع، وبعدها تقول علاش حياتي هكذا. بصراحة وش تخسري كي تحبي روحك؟ بالعكس تربحي راحة داخلية، ثقة في النفس، وناس يحترموك حتى بلا ما تطلبي. أنا ما نقولكش كوني مثالية، لكن عاملي روحك كيما تحبي الناس يعاملوك. ما تهينيش روحك في كلامك، ما تكسريش روحك قدام المرآة، ما تحكيش على روحك بطريقة ما تحبيش الناس يعاملوك بيها. خلي لغتك مع روحك لغة حب. شوفي، لو صديقتك جاتك وقالت أنا ما نستاهل والو، وش راح تقولي لها؟ أكيد راح تقولي لا، راكي غلطة، راكي مليحة وتستاهلي الخير، صح؟ علاش ما تقوليش هاد الكلام لروحك انتي؟ علاه ديما تلومي في نفسك وتعاقبيها على أقل غلطة؟ في الأخير الجمال مش غير في الشكل، الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل، من الطريقة اللي تهدري بيها مع روحك، من النظرة اللي تشوفي بيها روحك. لما تحبي روحك بصدق حتى الناس راح تحس بيك بطريقة مختلفة. كلام خليه دايما في بالك، أنا ما نحتاجش نكون مثالية باش نستاهل الحب والتقدير.